والحقيقه شكره ممثل في ابنه الاستاذ عادل الشناوي خلوني ارحب الاول بكل الساده الحضور وبارك ظهور اصدار كتير مش هتكلم عليها، لكن الكتب اللي هتتكلم الولاد هم اللي هيتكلموا، لكن خلوني اتكلم على زي ما كنت بحب بقول له زمان ما بقولوش يا بابا ولا يا ابويا، كنت بقول له يا ريس. محمد الشناوي اللي كان محل الثقة من رئيس السادات لما تم ترشيحه اللي يكتب هذه المذكرات، وقعد مع نائب الرئيس في هذا التوقيت السيد محمد حسني مبارك، والثقة كانت في محلها. عدد السنين، كل السنين دي عدت من 78 ولم يفشل سر ولم تخرج وثيقة، وحتى حينما نسي الرئيس مبارك وقتها وهو في سلطة الحكم، ربما نسي أو تناسى أو كانت هناك ظروف لا يعلمها إلا الله لم يفكره بها الوالد، وبات طيب السير في ماء التاريخ واحتفظنا بها. ربما هذا التساؤل أو هذه الكلمة ترد على تساؤل هام تبحث عنه الصحافة وفما يدري خلفه. لماذا هذه المذكرات في هذا التوقيت؟ ونقول إنها للتاريخ، والتاريخ لا يحدد له وقت للظهور. هي وثيقة احتفظت بها الأسرة، حافظت عليها إكراما للوالد وإكراما لثقة وإنسية. والسؤال لو كانت خرجت هذه الوثيقة من قبل هذا التاريخ وهو في سلطة الحكم، أكيد كان هيتقال ده رياء، ده تنمر، لكن ولكن تاريخ احتفظت الأسرة بالتاريخ وبالوثيقة، واحتفظت بها، واحتفظت بجهد الأرض، واحتفظت بعرق، بحبات الحرق، بالأوراق الأصلية، بأكواب الشاي وكعوبها وهي على ظهر هذه الأوراق وصدرها، احتفظت عليها كلها، احتفظت ببصمات وتوقيعات وتعديلات محمد حسني مبارك. وهذا الأوان أن تظهر إلى النور لتفصح وتكشف عن فترة انتقلنا فيها من مرارة الهزيمة من 67 إلى فخار وانتصار أكتوبر. من عاش يعرف كما قال الأستاذ فريد الدين، من عاش هذه الذكرى يعرف قيمتها، ومن عاش وقتها يعرفها. وإكراما للأجيال الجديدة تظهر هذه الصورة ليشعروا ماذا كتب. أقول لأحفاد أكتوبر وخص منهم أيضا، باعتبار أن هذه المذكرات تحمل فكر وكتابة وعرب وأسلوب وتحدي إلى جانب التحدي العسكري، لكن التحدي أيضا في الأسلوب لمحمد الشناوي رائد الإعلام الإقليمي في مصر والذي ظلم ولم يقل أحد أنه رائد الإعلام الإقليمي